من وانت صغير وانت بتسمع ناس كتير بتقولك ذاكر، والدك، والدتك، مدرسك، ولكن للأسف محدش فيهم بيقولك ازاي تذاكر، وايه هي افضل طريقة ممكن تذاكر بيها، وايه هي افضل طريقة المعلومة بتثبت في دماغك بيها. فللأسف انت بتضطر انك ما تذاكرش، لان دي بتبقى حاجة صعبة بالنسبة لك جدا، او بتحاول انك تذاكر لكن للأسف المعلومة ما بتثبتش في دماغك. ولكن بعد الفيديو ده ان شاء الله هتكون المشكلة دي اتحلت من عندك تماما، لان انا في الفيديو ده جايب لك افضل واسهل طرق ممكن تثبت بيهم المعلومة في دماغك. واول طريقة معانا وهي طريقة بامودورو. وبامودورو كلمة ايطالية والمعنى الحرفي بتاعها طماطم. اهلا بكم في قناة عادات وده فيديو جديد. تعالوا نتعرف على طريقة الطماطم في المذاكرة. والطريقة باختصار وهي انك بتذاكر 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بتاخدهم راحة، وبعد ال5 دقايق دول بترجع تاني تاخد 25 دقيقة مذاكرة، وبعد كده تاخد 5 دقايق راحة، وبعدين بترجع 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة، وبعدين بترجع مرة أخيرة بتاخد 25 دقيقة مذاكرة، لكن المرة دي بتدي نفسك راحة 30 دقيقة، وال30 دقيقة دول بيبقوا مكافأة على إنك كملت 100 دقيقة مذاكرة. والطريقة دي أفضل بكتير من إنك تقعد على الكتاب 4 ساعات وما تفهمش حاجة. وعشان الطريقة دي تنجح معاك لازم تكون محدد هدف، وتحديد الهدف هنا بمعنى انك تكون محدد انت هتذاكر قد ايه. هتذاكر 4 صفحات، 5 صفحات، 6 صفحات. ولو انت مثلا حددت ان انت هتذاكر 6 صفحات وجيت بعد ال25 دقيقة ما خلصوا ما خلصتهمش وجاء وقت ال5 دقايق بتوع الراحة، لازم تاخد ال5 دقايق الراحة، لان ال5 دقايق الراحة دول هما اللي بيجددوا نشاطك وهما اللي بيخلوك عندك تركيز لل25 دقيقة الجايين بتوع المذاكرة. وبعد ال5 دقايق الراحة هترجع تكمل تاني هدفك اللي انت كنت حاطه في اول 25 دقيقة. وبعد ما تخلص الهدف القديم بتاعك هترجع تحط هدف تاني جديد غير اللي انت كنت حاطه. طيب احنا كده ظبطنا وقتنا بطريقة البومودورو، وحددنا اهدافنا وعرفنا هنذاكر قد ايه والوقت اللي هنذاكر فيه. هنذاكر باهنى طريقه، وافضل طريقه للمذاكره هي انك تذاكر عشان تشرح لغيرك. اول ما تبدا في المذاكره تخيل ان في واحد صاحبك قاعد معاك وعايزك تشرح له كل اللي انت بتقراه ده، وحاول تتخيل ان صاحبك ده تفكيره او مستوى ذكائه اقل منك بشويه، فهنا انت تحتاج تلخص له كل اللي انت بتقراه ده في خطوات سهله وبسيطه عشان هو يقدر يطبقها. اسال نفسك وانت بتذاكر مثلا، حط نفسك مكان صاحبك وكأنه بيسالك شويه الاسئله دي، الاجابه دي جت ازاي، المساله دي اتحلت ازاي. كل الأسئلة دي بتسهل عليك حفظ المعلومة أكتر في دماغك وبتثبتها، وكل ما زودت أسئلة كل ما هيبقى الدرس فهمه أسهل ليك. داني الطريقة دي مفيش أفضل منها عشان تحفظ الدرس وتعرف تحل في الامتحان كويس. وآخر نصيحة وهي أهم نصيحة، لازم تنام. وصدقني موضوع السهر بالليل والمذاكرة ده مش هيفيدك. تعال أقولك ليه. انت لما بتيجي تتعلم حاجة جديدة بتمر ب3 مراحل: الاكتساب والدمج والتذكر. والاكتساب هو لما تتعلم حاجة جديدة، حد قالك على معلومة جديدة، اتعلمت حاجة جديدة، والمرحلة دي احنا عملناها بومودورو، وصاحبك لما تتخيله ويسألك أسئلة، وكمان ذاكرنا بالأسئلة. التذكر هو لما حد بيسألك حاجة وبتجاوب عليها زي في الامتحانات كده، بيجيلك الأسئلة وانت بتجاوب. والدمج هو ان المعلومات تدخل في المخ وتتخزن في الذاكرة طويلة المدى، ان المعلومات الجديدة اللي انت اكتسبتها ترتبط بالمعلومات القديمة ويبقوا ثابتين في مخك. طب والدمج ده بيحصل امتى او بيحصل ازاي؟ الدمج ده بيحصل واحنا نايمين. اهم حاجة تبقى نايم كويس، لان انت لو ما نمتش كويس مش هيحصل عملية الدمج. عشان كده النوم من الاهداف اللي لازم تحطها، تبقى نايم كويس عشان تعرف تذاكر كويس. ولو ما نمتش كويس المعلومات الجديدة اللي انت اكتسبتها دي هتبقى في الذاكرة قصيرة المدى وهتنساها بسرعة. وبس دي كانت اهم الطرق اللي بتخلي الذاكرة عندك افضل. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو يكون عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوف كل جديد.